تفاوين يعزني من كل ميدان حضرنا الساعة. يطيب لي بداية أن أشكر جزيل الشكر فضيلة المدير الجهوي لوزارة الثقافة والشباب والاتصال قطاع الشباب على ما يتميز به الرجل من حفاوة الاستقبال ومن دفء العلاقة الإنسانية ومن قدرته على الانتماء إلى فسيفساء المجتمع المدني. للرجل غيرة كبيرة على هذه الربوع الوفية، وله أيضا تصور استراتيجي لقطاع الشباب نتمنى له كل التوفيق والسداد. أشكر في البداية أيضا مدير هذه الوحدة الفندقية تينيت الأستاذ إبراهيم الذي ظل دائما منفتحا على المجتمع المدني وعلى القطاعات الحكومية في تنظيم لقاءات ثقافية كهذا اللقاء لصالح تجويد النقاش العمومي خدمة لكل قضايا الوطن في تنوعها. شكرا للجنة العلمية التي ساهمت في الإعداد التقني والفني واللوجستي لهذا النقاش. شكرا للضيوف فضيلة مدير المعهد العالي للسياحة والمهن السياحية الأستاذ الحاج حميد خدوش. شكرا لمدراء دور الشباب الحاضرين معنا، فعالية المجتمع المدني، الموظفين والموظفات، الحضور الكريم، كل واحد منكم باسمه وصفته والاحترام الواجب لشخصه مع التحفظ عن ذكر جميع الألقاب لمحل الوقت. ولأننا في ورشة تكوينية سأتخلص عن كثير من الشروط الشكلانية المرتبطة بإلقاء الندوات والعروض حتى تكون فعلا ورشة تكوينية يطبعها النقاش الأفقي. أولا ننتقل من التحليل العمودي إلى النقاش الأفقي باش نتوما كاملين ذكورا وإناثا شبابا بالأساس تكونوا في المستوى إن شاء الله ديال فهم المهام المدنية والثقافية المنوطة على كل واحد منكم باش نكونوا إيجابيين وحتى ننخرط جماعيا في دينامية الإنتاج وليس فقط في لولبية الاستهلاك. مرجعية هذا اللقاء أن قطاع الشباب داخل وزارة الثقافة أخذ على عاتقه مسؤولية ديال لونغاجمون مورال إيتيك ديال لونكادرمون دو لا جونيس. 90 واحد الحاضر معنا يقل عمرهم عن 30 سنة، بمعنى أن الفئة المستهدفة هي الشباب. ومني كنهضروا على الشباب دعوني أنطلق من حديث صحيح. يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والفراغ هو الزمن، ولأن الزمن دقيق المتن المقدس القرآن جعل الله تعالى يقسم بالزمان والضحى والليل والفجر. كل أنواع القسم الرباني يأتي بالزمان. علاش؟ باش كلكم وانا منكم كلنا نفهموا أن الزمن معطى استراتيجي في حياة الإنسان. بمعنى أنت دابا في الشباب إلا رجعنا للمتن المقدس: ولما بلغ أشده وبلغ 40 عام 30 عام هو العمر الذهبي فاش الإنسان تيبني المسار انيتينيرال كيكون فيه فاعل ولا كيبقى في حدود المفعولية كيولى مفعول به. إذا نتوما تبارك الله في عنفوان الشباب. نحن في هذا اليوم التكويني وفي هذه الحصة التكوينية نستهدف فئة الشباب مع ما تتميز به الفئة ديال الشباب. لا جونيس وفي لي سونس دو مو في لا بسيكولوجي لا جونيس هي لا فورس، هي الانرجي، هي لا كرياتيفيتي، هي لونتوزيازم، هي لا برودكتيفيتي. كل ما يتعلق بالإبداع بالإنتاج بالانخراط الإيجابي والفعال مرتبط بفئة الشباب. مني كيفوت الإنسان 40 عام تيبدا ينضج كيختر، مني كيفوت 60 عام كيدخل في سن الشيوخ وتيولي من حكماء الوطن. إذا نتوما في عنفوان الشباب عندكم تبارك الله الطاقة، دي بوتونسيال، دي زينيرجي، دي تالون. نتفقوا على المنطلقات المنهجية. المنطلق المنهجي الأول: على الإنسان أن يكون فاعلا لا أن يكون مفعولا به. واحد، في حياتك مني كتوصل 20 عام بدا تفهم أنك مطلوب تكون راكتر، تكون فاعل ماشي مفعول به. ما الفرق بين الأمرين؟ ديجا انت في البسيكولوجي وفي علم الاجتماع
وحنا نبداو نركبوا في التكوين ديالنا الان. الفاعل واحد يتفاعل مع المحيط الخارجي، كتكون لابستراكسيون ديورابل دايما كيتفاعل، ما كينهزمش، ما كينهارش، ما كيرجعش للور، ما كيبدا ينتقد من الفراغ، لا يكون فاعلا، بمعنى كيولي ان اليمون اكتيف في البنيه ولا في النسق، في السيستيم ولا في لا ستركتور. اذا نتوما مغاربه عايشين في ضرعه تافيلات، البلاطو ديالنا المجال المستهدف هو ضرعه تافيلات، المفروض نفهموا ضرعه تافيلات ديالنا ليسباس دون لوكيل نو فيفون اون دوا لو ستيمولي. خصنا نفهموه، ما هي مكامن القوه في ضرعه تافيلات، ما هي مكامن الضعف في ضرعه تافيلات، شكون هو لي زيليمون موتور اللي كيحركوني في ضرعه تافيلات، شكون هما لي زيليمون ايضا ديستريكتور في ضرعه تافيلات. بمعنى اخر، من انا نجاوب، انا شاب، انا شابه في عنفوان الشباب، بغيت ندير بلاصتي في البلاد، بغيت ننتصر الوالديه، بغيت نحقق ذاتي. مني كنهضر على ذاتي في علاقتي مع امي، مع ابي، مع اسرتي، مع عائلتي، مع المجتمع، مع اللي كيبغيني، مع اللي ما كيبغينيش، اتحدث عن كينونه الفرد داخل النسق. كاين ليليمون سي لانديفيدو، سي لو بيرسوناج، سي لا بيرسون ناتوريل، غتولي من بعد مورال، غتولي من بعد سامبوليك، وكاين ان سيستيم ولا ان انتوراج هو ضرعه تافيلات. اذا كلكم مفروض في حياتكم دائما في التنميه الذاتيه، في لو ديفلوبمون بيرسونيل، فهم من تكون انت. نطرح عليكم دابا سؤال في 5 سكوند، انا غنوقف، نتوما كل واحد يجاوب راسو في 5 سكوند. ما هي مكامن القوه في شخصيتك؟ بالمقابل ما هي مكامن الضعف في شخصيتك؟ إلا ما قدرناش نفهموا كل واحد فينا بالليل قبل ما ينعس يقول أنا سعيد، عضو عنصر في هذا المجتمع اللي فيه 6 مليون نسمة، 36 مليون نسمة، أنا قوي في كذا وكذا وكذا، وضعيف في كذا وكذا وكذا. لماذا هذا السؤال؟ المنطلق في التنمية الذاتية، في لا فورماسيون بيرسونيل، التكوين الذاتي، إلا عرفتي مكامن الضعف أنت مطالب ألا تنسجم مع ما يسمى عند علماء النفس بمنطقة الراحة. ما معنى منطقة الراحة؟ ما نقدرش نفرض راسي، واش هذه بلاد الله يعطيني شي فيزا الامريكان، انا امريكان فيها الفلوس غير في الزنقه، انا الالمان فيها الفلوس غير في الزنقه، راه الالمان ما تينعشوش حتى السبعه، تيفيقوا في 4 الصباح، حنا راه كنعشوا حتى 9. معناه لا تجعل نفسك قابعا في منطقة الراحة كاملين. كوشنر راجل البنت ديال دونالد ترامب كتب واحد الكتاب ديالو فيه اشارات الى حياته الشخصيه، تيقول لك الانسان اللي ما يقدرش في لي بولوتولوج، في الناس الكبار العالم لي طالون كيجير لو مان، الا ما قدرش شي انسان يفهم مكامن القوه في شخصيته ومكامن الضعف ويسوق الماركتينغ بيرسونيل، يسوق الايجابي فيه ويديفلوبي السلبي، هذا الانسان هذا النموذج تيبقى دائما في المنطقه ديال الراحه. غادي يهضر بواحد الخطاب دابا في 2025، غنمشيو 3 سنين ولا 4 سنين 2029 غنلقاوه il reproduit la même pensée et la même réflexion. Chacun de vous doit poser une très petite question. Il doit répondre tranquillement غير بوحدو. انت دابا في هذه اللحظه هذه العام اللي فات بحال هذا اليوم، واش عندك ليفولوسيون؟ واش عندك ان كومي؟ واش كاين تراكم؟ واش كاين تطور؟ واش كاين شونجمون؟ ولا كاينه لا ستاغناسيون سيتادير لو ستاتيو فيه ستاتيكو. انا كما كنت العام اللي فات كما قلت لهم مازال كنتقد امي، مازال كنتقد الوالد، المغرب ما فيهش الظروف، ما كاين ما يدار، البؤس، الياس، الفشل، النوم. احيانا نقتل انفسنا قتلا رمزيا من حيث لا ندري. مني ما كنموتيفيوش فينا القوه وكنموتيفيو فينا الضعف. سيل فو بلي لي جون اي لي جون افيك اس، شاكان دو نو توت شاكان دو نو دوا اسومي، يتحمل مسؤوليته. فاش انت مع راسك حفز الايجابي وديفلوبي السلبي، باش من هنا العام الجاي يلقانا في وضعيه اخرى اللي موراه يلقانا كنديروا ليفولوسيون، كنديروا التراكم. اذا المنطلق ديال الدوره التكوينيه فيها 3 شروط. من انا؟ كي سويش؟ فاطمه رشيده محمد علي عبد الرحمن. نعرف راسي، لان ما يمكنش انت يقول سقراط يعرف نفسك بنفسك. لو ديبار، لو كومونسمون، لو ديكلونشمون ديالي الريفولوسيون، التراب ماشي بالمعنى العلمي، يعني التغيير المفاجئ في شخصيتي. نعرف راسي،
هنا خصنا نتفاداو بعض الامور في معرفه النفس. احيانا تسيء للتجربه، احيانا كنكون ضعيف وكنبيع عن راسي الوهم وكنبقى من حيث لا ادري في منطقه الراحه وكنعتبر راسي قوي فور كشاب، ولكن ما كنمشيش ندير التحويل والتغيير في النقاط السلبيه. اذا دائما عرف راسك، هذا عرف راسك كيشويش في هادو الكونديسيون شرطين، فين انا قوي فين انا ضعيف. ها واحد بلا ما نعطي امثله احتراما لنا جميعا لاننا اشخاص. اذا التجربه نسبيه، توت اكسبيريونس غولاتيف بار برانسيب. كل واحد فيكم يطرح السؤال راسو الان. الا عطيتكم 4 سكوند فين انت قوي، كاين فيكم دابا اللي عاد غيبدا يفكر فين قوي، ما عمر كاع فكر فيها. سي ان بروبليم سوبجيكتيف. غنسولك فين انت ضعيف، والله الا نيت فعلا ما عمري فكرت فيها كاع. عاد غتبداو تفكروا. اذا ملي تبغيو تنعسوا بالليل الله يرضي عليكم كل واحد فيكم يوميا يدير لوتو فالوريزاسيون، التثمين الذاتي. قبل ما تنعس تقول اليوم درت هذا السلوك الصباح ما خصنيش نديرو، مورا الغدا درت ديك الهضره ما خصنيش نقولها، درت هذيك والله الا برافو على راسي. تكون عندنا لا كومبيتونس ديال لوتو كريتيك اي لوتو فالوريزاسيون. التثمين الذاتي كيجيب على التقييم الذاتي. هادو شروط. مني كنعرف راسي، حنا الان في التراث اللامادي في ذرعه تفيلات في الشباب، مني كنعرف راسي كنعرف جهتي. راه ما يمكنش مثلا انا ديكزومبل، ما يمكنش نبغي ندير مشروع وغنمشي ندير واحد المحلبه مجهده نقيه بزاج بالقبص مجهده ونبيع كاس لافوكا في واحد الزاج غالي ب 70 درهم في واحد الدوار الناس مساكين غير دراوش. ما غادي تباع، ما غاديش عندك حتى واحد. داك الدوار اللي فقير دير فيه الشفنج غيتباع. واحد اللي بلاصه غاليه بمعنى دائما كندرس المجال، ليتود سور لو تيران، ليسباس، نقولوا باللغه العلم لو تيريتوار. انت في تجانين، انت في محامد الغزلان، انت في قرامه، انت في الريش، انت في تنسيند، انت في ورسازات، انت في تسنخت. شكون فيكم عمرو تامل ما هي مكامن القوه ومكامن الضعف ديال لو باتلان ديال لو بلاد؟ انت فاش عايش؟ عايش مع الناس 40 عام 30 عام 26 عام ما قريتيش النفسيه ديالهم. اذا كنت انا مطالب نعرف مكامن القوه فيا ومكامن الضعف، مطلوب سيستيماتيكمون اون باراليل نعرف نديتيكتي لي زانكونفينيون اي لي زافونتاج، لي بوان دو فورس لي بوان دو فيبليس دو تيريتوار. كل واحد فيكم الا سولتو دابا في 4 سكوند ما يجاوبنيش ما هي مكامن القوه ديال الفيلاج فاش راك عايش. كل واحد فينا كيهضر على فيلاج ديالو بايجابيه. انا ولد الرشاد علاش خصنا منتخب دراسه فيلاج، واحد يقول له لا عامل في الاسلام. دائما نهربوا الى منطقه الراحه، في حين تقدر كتشجع واحد البلده ما عطاتك والو، خرجها تعطيك بلده اخرى. بمعنى اخر لو تيريتوار، التراب. شكون هو التراب؟ هو مجال طبيعي، المجال عنده بعد بيولوجي طبيعي، المجال صحراوي شبه صحراوي رطب. هذاك المجال فيه الناس، دوك الناس كيردوا المجال اسباس تيريتوار عفوا. دونك ليسباس زائد لون افيك اش ماجوسكول il donne le territoire. دونك كل واحد فيكم يطرح السؤال ما هي مكامن القوه في شخصيتي؟ ما هي مكامن الضعف في شخصيتي غير بوحدك؟ اشنو ممكن نعمل باش نديفلوبي مكامن القوه؟ اشنو ممكن ندير باش نقلص من مكامن الضعف؟ ها لو ديبار 1 سميوه الدي واحد. عقلوا معايا راه ملي غنمشي غنسولكم اللي مشيت له نسولو يجاوبني، لان خصكم تبداو تكتبوا تعقلوا ولا سجل. دي 1 ديبار 1 ما هي مكامن القوه في شخصيتك؟ ما هي مكامن الضعف في شخصيتك؟ ما تقولهالناش انت، غير تعرفهم انت، يعرف نفسك بنفسك. جوج، وما هي مكامن القوه في المجال الذي اعيش فيه؟ وفي المجال الذي اعيش فيه ايضا هناك سلبيات. انا عايش في واحد يغرم، في واحد الدوار، في واحد الحي، في واحد الفيلاج، في واحد المدينه، في واحد القريه، مفروض مع راسي نفهم طابلو دبور ديال هاد لو باتلان. شكون فين قويين، فين ضعاف، نقاط الضعف الناس، نقاط القوه، اش كيبغيو، اش الا ما عرفتيش البيئه فالانسان ابن بيئته. ما تقدرش تفرض فيها راسك وما تقدرش ترد راسك ايجابي في ديك البيئه. يا غتحكم عليها سلبا يا غتحكم عليك سلبا وغتضطر تخوي، ولا غادي تطيح في لحظات الاغتراب، غتكون اليمون ايترونجي او سان دو تي بارون دو تي زامي دو تي فوازان. اذا دي 1 يعرف نفسك بنفسك، دي جوج ديبار جوج. المنطلق الثاني
يعرف المكان والمجال والتراب الذي تعيش فيه. ضبطوا مزيان. الا ما ضبطتيش ما غاديش تقدر تكتب فيه وتنتج فيه. 3 دي 3 عقلوا البنات الشباب. دي 3 المنطلق الثالث، انا شاب. اذا شحال من واحد دابا وصل 50 عام ما بقاش عنده الحق بالحتميه البيولوجيه بلغه كلود ليفي-ستراس، ما نحقوش يرجع 30 عام. مش اخاي مش العمر. شحال من واحد وصل 60؟ انت عندك 30 عام دابا، 28 29 31، انت في العمر الذهبي. تفادى هذه الامور الله يعطيك الخير. عندك يمشي لك العمر الذهبي في النقد السلبي. ما تغمضش عينيك الزوينه وتحل عينيك السلبيه. انت في العمر الذهبي، عطاك الله الصحه، ابتلاك الله باللي ابتلاك به، عطاك داك الشيء اللي عطاك. وسط هذا الشيء كله الحتميه ديال الاثاره والاستجابه بلغه التوينبي. كيف يمكن لي ان استغل شبابي، ان استغل العمر الذهبي باش نكون ايجابي ماشي سلبي، دائما بوزيتيف ماشي نيجاتيف. ما معنى بوزيتيف؟ كل ما يعترضك من مشكلات صنف نفسك جزءا من الحل لا جزءا من المشكله. الوليد ما كيتفاهمش مع الوالده، ما عنديش انا الظروف ديال الابداع. انت عرفتي منطقه الراحه. يا بعد انت راه عندك بجوج، واحد كاع راه ما عندوش، انت راه كيدرجو كتشوفوه، واحد كاع ما كنشوفوهمش. يا شكون اللي احسن؟ واحد انا تزدت ما عنديش الوالد، عندي غير الوالده مكرفصه، واش بحالي انا اللي غادي يكون فاعل في هذا المجتمع؟ راه ما عندي والو انا. كيف نسيء لذواتنا عندما لا ننجح ان نكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكله؟ انت في مرحله الشباب، عقلوا على دي 3 المنطلق 3، مرحله ذهبيه فيها القوه العقليه، فيها القوه الصحيه، فيها القوه الجسديه، فيها القوه النفسيه، لان الانسان اللي بسيكوموتور في الجانب الحسي والحركي والوجداني والعاطفي والعقلي. هذه القوى كلها كتوصل الطوب ديالها 5 فيتاس في 30 عام 40 عام. مع 40 عام كيبدا الانسان كيهبط بشويه. هذا عمر الانسان كما قال ابن خلدون وهو يتحدث عن الدوله ايضا ككائن سياسي. اذا انت في هذا الارض، انت في وضعيه قوه عقليه جسديه عاطفيه جنسيه، جميع الهرمونات قويه. il faut 1 se motiver، حفظ راسك. 2 il faut se bien présenter. راه احيانا كنديروا لا موتيفاسيون بيرسونيل، كتشجع راسك كتقول انا عجبني راسي مزيان، ولكن ما كتسوقش راسك. والمعضله في عندنا في ضرعه فيلات حنا فاشلين بزاف على مستوى التسويق الذاتي. واللي بغى يسوق راسو كاش كنقولوا نحن الفقراء، اللي بغى يبان يصلح. شوف الثقافه، شوف لو بيجوراتيفيزم. اللي بغى يبان يصلح مثل شعبي يكرس الثقافه السلبيه على مستوى الظهور. لا، من حقك تبان. انت بنت، انت شاب، عطاك الله اون كومبيتونس كيما بغا تكون. عرفتوا اللي صنع تيك توك؟ رجل صيني من اسره فقيره ما عندها فين تبات، ولا رجلين له، ما عندوش رجلين. تيك توك ما عندوش رجلين، عنده اعاقه جسديه ما عندوش رجلين، تمشي باليدين. تيك توك الان تنافس اقوى المواقع ديال الولايات المتحده ديال مايكروسوفت، اللي هو انستغرام واليوتيوب وجوجل وشات جي بي تي، كلهم ديال الامريكان كتنافسهم تيك توك. علاش؟ سو موتيفي. حفظ راسك. احيانا ننتظر من الاخرين ان يحفزوننا. مزيان تجيك التحفيز من برا، لا موتيفاسيون اكسترن، ولكن خصها تجي من الذات. كتسمى هذه في بسيكول لاستروسبكسيون، الاستبطان. ما معنى الاستبطان؟ كل واحد فينا يخرج وسط منه واحد الطاقه ناعسه، تيسميوها العلماء لينيرجي انسيدونت او الطاقه الكامنه. هذيك الطاقه الكامنه فيك طاقه، انت كبنت انت كشاب فيك طاقه كبيره، خليها تخرج. il faut se présenter. كل واحد فينا يقدم راسو. عندك اللغات قدم راسك، عندك الراس قدم راسك. اي حاجه كتخدمها حفز فيها راسك باش تحبها، ثم دير التسويق الذاتي ولا لو ماركتينغ بيرسونيل. سوق راسك، يعرفوك الناس باش يقلبوا عليك، باش يقدروا يزعموا لك، وتبنى الثقه كجسر ونقدروا نبدعوا الى الامام. دي 1 عرف راسك، دي 2 عرف لو تيريتوار، دي 3 لا بون بريزونطاسيون. خصك تقدم راسك كما ينبغي في الشكل، في المضمون، في الاتينير. بحال قلت لك قدم لي السي في ديالك، ماشي اللي كنعطيو الشركات عندي الدبلوم، عندي البجي امون باكالوريا 2000 كذا. لا، قدم راسك. الا قلت لك بغيت كحميد تقدم راسك في جمله. نطرح عليكم دابا السؤال في 4 سكوند. سولتكم السؤال الاول،
ما هي مكامن قوتك وضعفك في 4 سكوند، ما غاديش تجاوبوا. ما هي مكامن القوه البنات فاش راك ساكن، ومكامن الضعف دي جوج دي ثلاثه. هو هذا كل واحد فينا الا قلت لك الان قدم لي راسك في جمله واحده. تلاقيت مع امريكي خدام في مايكروسوفت، طرح عليك سؤال سيل بلي كيتفو جاوبني في دقيقه 3 الكلمات. المنطق الانجلو ساكسوني كيرخص، المنطق الفرنكوفوني كيطول. غنسول جاوبوني بصمت، كل واحد فيكم يقدم لي راسو في 3 كلمات. انا شي عرفتوا كيفاش كنقدموا روسنا حنا المغاربه؟ كنقدموا بلي وظيفه، انا مهندس، انا طبيب، انا قاضي، انا استاذ. ولا ما خدامش عاد كيحاول يسبق لك انا عندي 2 اجازات، زعما ما تسولنيش على الخدمه. وقف تما ولا والو عاود يقول لك عرفتي رانا جمعوا 20 عام، زعما ما تعاودش وقف النيت. علاش؟ حيت كنخافوا من روسنا. انا كنسكن في الدار ديال لالو، انا املك احسن سكن في العالم، كدار النغد ولود النغلابو، احسن منزل. اي جو نون سوي فلان. دائما اللي كيبان لك انت ضعيف فيك، سقراط كان عنده انف كبير وكانت كتعايرو مرتو ابو الفلاسفه شهيد العقل، كتقول له ابوي خموين، ابوه صاحب الانف. واحد النهار في ساحه روما، في ساحه اتينا عفوا، حل نقاش حول الانف. سقراط قال لهم انا اجمل الانف في العالم. العالم طبعا هناك هو الاغريق بين بحر ايجا وبحر ابيض المتوسط. قالوا له الكلام ديالو علاش؟ منهم افلاطون قال لهم لان اكبر انف هو الانف الكبير الذي يستنشق اكبر كميه من الاكسجين. اذا فانا افضل منه. كيف تحول المعيار الجمالي حتى ولا الانف الرقيق هو الزوين؟ شكون قال لك هو الزوين؟ انا الانف الكبير هو الزوين. شكون اللي عطاك انت الحق تسميه انت زوين؟ المعيار الجمالي الابيض هو الزوين. شكون قال لك الابيض هو الزوين؟ الاصل في الالوان هو الاسود علميا، ولكن لاننا عنصريين في المعيار الجمالي تنشوف الابيض هو كلما مال الشخص الى البياض فمال الى الجمال، ودرنا الاسقاط. اشنو بغيت نقول هنا؟ ديكارت المنطلق الرابع. اي حاجه كتبان لك انت ضعيف فيها ربما هي مصدر قوتك، يعني ما كتعرفش. حيت انا اللي عايش في الدين وفي تماره ما تعاودش شي تماره تدخل علي، ديجا عندي قوه. انت اللي ما عمرك جربتيها عندك طيح فيها. بمعنى لاحظ معي من فضلك، كل ما يبدو لك نقطه ضعف بذكائك الخاص كيتسمى هذا الذكاء الوجداني. انا وصلت لديكارت لانتيليجونس ايموسيونيل. يمكن لك ان تصنعها نقطه قوه ونقطه ضعف لانك متميز وغادي تحقق اللي ما حققوش الاخرين. دي 1 دي 2 دي 3 دي 4. دي 1 شكون انت؟ دي 2 شكون هو اللي ما شافاش عايش؟ دي 3 قدم لي راسك في 4 الكلمات. دي 4 نقطه ضعفك كتكون نقطه قوتك. هكذا علمنا خبراء الحروب الاستراتيجيه في العالم ومنهم جاك لاكان في علم النفس. حتى فرويد اللي اكتشف اللا شعور، فرويد من اكتشف لو سوب لانكونسيون، لو كونسيون اي لانكونسيون لو سوب كونسيون، تيقول لك الاصل الانسان هو اللا شعور ماشي الشعور. الشعور غير واحد 15%، 75% سي لانكونسيون سي لو سوب كونسيون. داك اللا شعور ديالنا هو اللي فيه الطاقه الكامنه، فيه الحماس، فيه الابداع، وفيه الاكتئاب. تقدر غير بوحدك تكتئب وتسنى شكون عتقك، واللي جا يقول لك الله حسن العوان بقيتي فيا وتعاود تطيح. افيك لو طون كيبقى عاجبك الحال اللي تيعيشوا عليك الناس وكيبداو يعطيوك ويتهلاو فيك. صافي تغنيات الدائره شقات ديك التنجر. لا 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 لا، ما عمرك تحت دائره الضعف. دائما فين ما طحتي في شي حاجه كتبان لك بوان دو فيبليس، il faut le transmettre pour qu'il devienne point de force. Ça c'est très intéressant des cartes. اذا الا عرفت من انا شاب عايش في درعا فيلات، انا غنجي دابا نجاوب على هذه الاسئله. عارف نقدم راسي ونسوقو، عارف المجتمع مع من عايش، ساصل الى تحقيق النجاح، ساصنع التمييز. غادي دير باللغه الدارجه غتصنع سميتك. راه شحال من المدير الجهوي داز هنا ما عرفناهمش. شحال المدير الجهوي جالس حدانا وكيسمع مع الشباب وكيسمع، واحد اخر يقول لك لا ندير تقديم ونمشي، عارف بان ما قد يظنه الاخرون نقطه ضعف بالنسبه له هو نقطه قوه. وقال لي في الكواليس لي قال لي انا كنتعلم مع الشباب وهما بحالي بحالهم. شوف هذا الذكاء سميتو الذكاء الوجداني. نفس الشيء الدكتور ديالنا قال لي نفس الجمله. بمعنى الا عرفنا هاد 4 احنا دابا كنديروا طابلو دبور، غنطلعوا الطوموبيل بوامور برك على لومبرياج ديرها مارش، انت ان شاء الله غتبدا تنجح. اذا الله يعطيكم الخير. منين نساليو كل واحد فيكم يعرف من اليوم لقدام فين ما كنتي، مشيتي لطنجه لرابعه لفرنسا الامريكان، ما قوتي
ما ضعفي. حفظتوا هذا السؤال، حفظتوه مزيان. الله يجازيكم بخير. كل واحد جاوب راسو ما جاوبناش احتراما للانتيميتي. جوج، انا ولد محمد الغزلان. شكون هو الخايب في محمد الغزلان؟ لا كتجي كتقول لي لا راه محمد الغزلان زوينه، لا راه فيها الخايب، راه الريش فيه الخايب. قول لي ما فيها الخايب؟ لا يوجد مجال مطلق، يا با دابسولو. ملي كنفهموا كي توتي رولاتيف كنبدا نتعامل مع المجال نظره حذر معرفي، الى انتونسيون سيونتيفيك. ما كنقولش بنادم ونرتاح. يقول علماء النفس العسكري: عندما تكون الطريق واضحه ناصعه مستقيمه فاعلم انها كمين. مفهومه الجمله؟ في علم النفس العسكري العسكر في الحرب ولقى الطريق واسعه وفيها الضوء وفيها الورد وغادي ومرتاح، تما غادي يموت. بمعنى اكثر المناطق تظن انها تقدم لك السند باش تنجح تقدر تكون هي اللي كتحطمك. لذلك يسمى بعض الادباء في المدرسه ديال الرابطه القلميه بحال جبران خليل جبران يسمونا مسقط الراس، كيسموه مسقط الراس ومسقط الياس. فين دزتي؟ بمعنى دائما نعرف المجال. الرشيديه مجال، محمد الغزلان مجال، كل مدينه كل فيلاج سيت ان اسباس il devient par l'homme le territoire. on doit comprendre هذا لو تيريتوار éclaircir، نديروا عليه البروجيكتور نعرفوا شكون هو لو تيريتوار. ثلاثه سو بريزونتي، كل واحد فيكم يقدم راسو. وكنمشي نقول لهم في درعه فلان فلان بن فلان خبير في العلوم السياحيه، يقول لك هذا كيكذب داك الشيء. ما كنعرفوش نسوقوا راسنا. الا خديت واحد فيكم نقول له خبير في المجتمع المدني يقول لك ما كنرضاوش نكبروا بعضياتنا وما كنبغيوش نسوقوا لاي واحد منا صوره ايجابيه، وكنبقاو كاملين في دائره الانفعال وفي دائره ردود الافعال والتبخيس المتبادل. اون سو ريديكوليز، il ne faut pas ridiculiser personne. كل واحد فينا عنده نقطه ايجابيه نهزها انا، ماشي شغلك انت في السلبي. وغمضوا عينكم على السلبي. الله يعطيكم الخير الشباب. لو بيجوراتيفيزم اي لو نيجاتيفيزم السلبي. حطات لك المراه الوالده ولا الاخت كلها مرت كلها التفصيل ديال المرقه واعر فيه شويه الزيت شيطان. واش هذه مرقه الوالده؟ ما شفتيش انت اللحم والزيت والبوطه والماء والتحميره كلشي نسيتيه وتشبتي في شيطان ملحه. هذا هو العقل السلبي. العقل الايجابي هو اني على ماكله واخا شيطان ملحه طوب. علينا، اسمع الله يرضى على استاذتي، علينا ان ننتج الايجابي الله يعطيكم الخير، لا ان ننتج السلبي. واضح هذا المدخل؟ هذا المدخل فيه 5 ديال لي دي. 1 دي 1 انت، دي 2 ليسباس، دي 3 قدم راس، دي 4 الايجابي، دي 5 عليك ان تكون ايجابيا دائما في جميع الوضعيات. انا ساليت المدخل البيداغوجي النظري. دابا هاد نتوما غنجيو لضرعه فيلات. دابا لو باتريموان ايماتيريال في ضرعه فيلات، لان هضرت عليكم نتوما. دابا نتوما غتهضروا على لو باتريموان ايماتيريال. لو باتريموان تيقسموه العلماء في العالم كنهضر على لو ريفيرونسيال ديال لونو اللي هو اليونسكو، المنظمه العالميه ديال اليونسكو اللي كتنظم التربيه والتعليم وهذا الشيء كله. اليونسكو كتصنف التراث الى 2. راه غنسولكم من بعد، غادي نوقف بعد اذن السيد المدير وغنجي جيت عندنا نسولو. ركزوا معايا. لو باتريمون الي اون 2 كاتيجوري سولون لو ريفيرونسيال ديال اليونسكو. كاين ان باتريمون ماتيريال، كاين ان باتريمون ايماتيريال. لو باتريمون ماتيريال بلا ما نناقشوه نشير له كل ما هو ملموس، تسكيي كونكري، كلشي مادي. يغرم الوالوط، القصبه تراث مادي، شكرا السيد المدير. يغرم تراث مادي. اللقه الاثريه تراث مادي. المهرس قديم تراث مادي. طوموبيله قديمه وطوموبيله صناعه تراث مادي. داك الرفايل القديم ديال تفول تك 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 تراث مادي. كل ما هو ملموس كيتسمى تراث. تو سكي كونكري il se positionne في لو ماتيريال، في لو باتريموان ماتيريال. عقلوا على هذا. وكاين لو باتريموان ايماتيريال لا مادي. قبل ما نوصلوا كاين علاقه منهجيه تفهموا شويه بين مجموعه ديال المفاهيم كلها كتختلط كلها كتلاقى. تراث، لو باتريموان، الثقافه، كالتشر، الحضاره، سيفيليزاسيون،
التاريخ، هيستوري، ليستوار، الوجدان، ليموسيون جينيرال، هذه كلها مفاهيم كتلاقى. الثقافات، التراث، الحضارات، التاريخ، الوجدان، الكينونه، الانتماء، الشخصيه العامه، الشعور العام، هذه كلها ولكن شكون هو التراث اللامادي؟ كل جماعه بشريه، جماعه 1000 نسمه، 10000، 4200 عندها خصوصيه هويتها غير ملموسه. التراث اللامادي غير قابل للقياس المادي، اللي ابستري. الاول كونكري، لو دوزيام ابستري. الاول مادي ملموس، الثاني غير ملموس. مثلا نقول لكم شي امور ما كتفكروش فيها وهي تراث. الامثال الشعبيه تراث لا مادي. تراث لا نبقاو المثل الشعبي اللي ما عنده الفلوس، ها انتم عرفتوها، كيف ينظر المغربي الى الفلوس. اللي ما عنده الفلوس كلامه مسفوس. اذا المجتمع المغربي مجتمع سلطوي مادي. اقرأوا نفسيات المجتمع من خلال المثل الشعبي. كيف يرى الرجل المغربي الى المراه؟ شاورها ما دير بغيها. ها الرجل المغربي، ها هو شاوركم، الله ما يسمعكم. ها الرجل، لا غير باش نقراو كيف تنظر المراه للرجل. الله يعطيهم منا وبعدهم منا. نعم، الراجل عيبه هو واجبه. لا، الراجل عيبه هو واجبه. ها المراه، وها يعطيهم الفلوس تقول لك هو هذا، بلا الفلوس ما عندنا ما دير به. يمكن لنا ان نقرا المجتمع من خلال الامثال الشعبيه. كان واحد الدكتور ولد ملاع مع صاحبه ولد ملاع، حميد تيتاو مع محمد لطيف، داروا واحد الكتاب اسمه الامثال الشعبيه الامازيغيه بالرشيديه، بالكلمه الرشيديه. كيف نقرا المجتمع غير من خلال المثل الشعبي. النكته تراث ولا مادي؟ غنسولكم، من ينتج النكته؟ ما عمرنا عرفناه. النكته نص ادبي ينتجه كاتب المجهول. النكرفا اكس ربما كان تسلط في القرن 16 ونتج النكته، قبيله بغات تنتقم من القبيله ونتجت النكته. دابا راه ولينا كنكتوا على المعلم والفقيه بمعنى تجلي على سقوط القيم واندحار منظومات القيم. المعلم دابا هو الرمز ديال التقشف، الفقيه هو الرمز ديال النفاق. زعما كيديروهم وديروا داكشي اللي كنقول لكم، ما ديروا داكشي اللي كندير. شوف كيف انا تمثل منظومات القيم. المثل الشعبي تراث لا مادي. احواج، احدث، بلده، تمويد، الملحون، الاندلسي، الغلاطي، اللباس، الواشم، كله داخل في التراث اللامادي. الواشم سابقا المراه اللي دارته هنا كتعرفها القبيله ما مزوجاش، اللي بغا يزوج بنتو. شوفوا البنات اللي دايرين هنا الواشم، كيمشي يقول لها راه بغيت نخطب. مني كتزوج كدير شويه هنا ابعد منها، مني كتولد كتقربوا هنا على القسوه. وراه عندنا ما الواشم، عند الناس الكبار ما عرفتوش. اللي خطب كيشري الخاتم. يا شكون يشرح لي علميا من جنات الختم ديال الخطبه؟ وفي التاريخ ديالو تقريبا 1300 عام كيخطب كيدير الختم هنا، ما كاع وديروه هي هنا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ان في المجتمع الفيودالي في اوروبا قبل القرن 15، الفيوداليه بدات من 476 حتى 1453 مع سقوط القسطنطينيه. كان المجتمع فيودالي وكانوا الناس عبيد، والناس اللي في القبيله اللي لاباس عليهم عندهم الارض كيخطبوا اللي بغاو في القبيله، الجميلات الباهيات في النساء. وكانوا الناس كيجلسوا في التيران كيتفرجوا وتيلعبوا رجال بالفروسيه. الفارس المنتصر كيختار اجمل فتاه كتسبح ديالو، كيعطيوها واحد الكرميك كيربطوها هنا بالحديد، زعما انت راه قيدناك وراه ربطناك، كيدوك القصر ديال الفارس اللي هو النبلاء، راه انت من الجواري ديالو. واصبح الختم هو الختم هنا، والختم هنا هو الرموز الصغير ديال المينوط. ملي كيشدوا البوليس شي واحد كيديروا له المينوط. ما معنى المينوط؟ منذ هذه اللحظه انتهت حريتك واصبحت مقيدا معتقلا. فالختم هنا والختم هنا حيت لو لك الشكل بيناتهم فهي مربوطه به وهو مربوط بها، نوع من الالتزام عن بعد، وهو الدلاله الرمزيه. ما كنفهموش، لان احيانا الحضاره المعاصره تعيد انتاج الرموز بلا ما تحس. راه الانسان القديم كان كيستعمل الحديد في ودنو في كذا ياك، دابا راه لامود عاود رجعوا الناس كيديروا نفس الحديد. اون موديرنيز كنديروا لا موديرنيزاسيون. بمعنى شكون هو المطلوب هنا؟ التراث اللامادي كل اشكال فلسفه المجتمع في العيش. وشكون عطيني شي تراث لامادي اخر؟ الغرناطي، الملحون، البلدي في الرشيديه، اغاني البلدي تراث لامادي، احواج تراث لامادي، العادات والتقاليد تراث لامادي.
العدد ديالنا كيفاش كنطيبوا اللحم، كيفاش كنطيبوا الراس، كاين اللي كيطيب الراس في العيد الكبير في اليوم الاول، كاين اللي حتى اليوم الثاني كيفاش كنديروا الكرداش. حنا نيت في دارنا كنقول لك ليله العيد ما ديروش الخبز، ما طيبوش، باغش كاع العافيه تكون في الدار. واحد قالهم مازال حنا ما كنكروش دور الجامع ولا منازل المسجد ولا اراضي الاحباس، ممنوع. هذا كل تراث لا مادي. هو نقولوا بلغه اخرى كل اشكال القيم والمعايير الجماليه وفلسفه الوجود تصنف ضمن التراث اللامادي. المطبخ تراث اللامادي، ملي كنديروا الماكله ديالي فلوس الفصه لونها اخضر غنيه بفيتامين كا، كياكلوها الاجانب السياح كتعجبهم، كتدخل في لو باتريمون ديال لا كويزين ماروكان، علما ان لا كويزين ماروكان من احسن المطابخ في العالم. حنا والطليان اجود انواع المطبخ في العالم تاريخيا هو البحر الابيض المتوسط، ايطاليا الشمال المغرب التحت وسبليون وتونس. حنا كنطلوا هنا هما كيطلوا الفوق. اذا لا ميديتيراني لا ميور كويزين اللي شو انترناسيونال بلي نور انترناسيونال. اذا التراث اللامادي عطونا انواع اخرى من التراث اللامادي. لاكسون واش ممكن نعتبروها شكون هو؟ لاكسون هضره بيان سور. ادروك نقول لك فابط نعنو ها هو خلط الامازيغيه. مشيت للكار ما سيكلتوش راه سيكلتو بالامازيغيه، لان مني وقعت واحد العصر الماريني كان واحد شويه ديال العنف اللي ما عرفش الامازيغيه كيتهدم وبداو كيهضروا الناس بالشبحه وعطات لنا اللكنه لاكسون. راه ارجنتينا راه مراكش ودا، راه حنا عاود دابا دروك ماشي دابا. هذه كلها راه الكنا كتدخل في الخصوصيه اللسانيه ان سبيسيفيسيتي سوسيو لانغويستيك. راه غير في قلبي ما كاين اللي كيقول يطلني، كاين اللي كيقول يطلي، كاين اللي كيقول اصناط. وللاسف الشديد كتسمع واحد اللي لاباس عليه كيقول اصناط وانت ماشي بحاله في اللون ولا في الانتماء، ما كترضاش بداك وكتقول حتى انت لا يعتزوا بانفسكم كما انتم. هذا اللي قلنا في الاول. اللغه ديالتي واخا تيضحكوا فيها الناس غنهضر بها. واحد العام دخلت لواحد المؤسسه وقدم لي المدير قال لهم الاستاذ العنزي كلشي ضحك. العنزي زعما هو ذاك برد بالامازيغيه، هو هذاك الحيوان. وضحكوا استاذ زعما العنزي هو ذاك العنزي الجديد. وضحكوا تلامذوا المدير بغا يتزنق، قلت له ما تزنقش اصاحبي راه العنزي نيت مالك ديري لا. واحد قلت لهم انا العنزي وكنعطيكم الترخيص. بداو تعيطوا لي ولا هذو البكالوريا كنخريهم ديك العام، عيطوا لي ولا عنزي ولا غنمي ولا بدري، ولكن خلوني نناقش معاكم شويه. قال تفضل. واش عمركم لاحظتوا ذاك العنزي شحال هو جميل؟ واحد الشعر اسود عنده في قوى البنات داك الشعر ديال العنزي. واحد الانف زيد واحد الخدمه اخرى. واش في راسكم بان الغنم الا ربطتيها برجلها كتبقى، الا ربطتي العنزي كيموت؟ اكثر حيوان عاشق للحريه لا يربط العنزي، لذلك اصحاب السكري كياكلوا العنزي لان ما فيهش كوليسترول، كيطلع متمرد ثائر. كم جميل هذا الاسم الذي يحمله. كتحسدوني ياك؟ صافينا على هذا.